شاب دخل كلية الطب وكان مجتهد جدا، كل ترم كان بيطلع الأول على الدفعة وبيجيب امتياز. حلم حياته إنه يتعين معيد في الكلية ويعوض باباه اللي باع كل اللي حيلته عشان يصرف عليه في الكلية، وهم أسرة فقيرة جدا. وفعلا آخر سنة طلع الأول على الدفعة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وجه وقت التعيينات، أول واحد اتعين معيد هو ابن عميد الكلية، وتاني واحد هو ابن أخو عميد الكلية. الولد اتصدم، ازاي وانا فين؟ ده انا الاول على الدفعه 7 سنين. راح لعميد الكليه يكلمه، هزقه وطرده. خرج من عنده وهو مقهور وبيعيط وبيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. راح قال لباباه الخبر، باباه من القهره دخل نام مصحيش تاني. ومامته حصلت باباه بعدها باسبوع. في يوم راح قابل واحد صاحبه، قال له انا عرفت ان في لجنه جايه من دوله خليجيه بتختار دكاتره عشان تعينهم في مستشفى خليجي. قال له ده انا مش معايا حتى فلوس المواصلات. قال له انا هعدي عليك بالعربيه. وفعلا راح وقابل اللجنه، وكانوا منبهرين بمستواه وشطارته، لدرجه ان واحد فيهم اداله فلوس وقال له جهز الباسبور بتاعك، انت اتعينت معانا خلاص، وبقى من اشهر الدكاتره وبيشتغل في اشهر المستشفيات. اما العميد اللي ظلمه ابنه وابن اخوه استولوا على كل مستشفياته وما بقاش معاه حق حتى انه يعالج نفسه. ولو وصلت لغايه هنا استعذ بالله من الظلم والظالمين.